بص، بصراحة أنا عندي تخوف من حاجة. إن أنت دلوقتي تكون سايب حاجة مهمة المفروض وراك قاعد بتعملها، وجاي تتفرج عليا وأنت مقتنع إن أنت كده بتساعد نفسك. فموضوع النهاردة إحنا كنا المفروض هنتكلم فيه عن إحنا ليه مش بنحس بحاجة بعد إنجاز أو بعد ما نوصل لحاجة إحنا كنا عايزين نوصل لها. بس في نفس الوقت أنا وأنا قاعد بفكر في الموضوع وبعيد قراءتي عنه وبكتب عنه، حسيت إن أنا ما ينفعش أكتبه هو لوحده، أنا لازم أكتب معاه كمان أو أتكلم كمان في نقطة إحنا ليه مش بنحب نخلّص حاجة إحنا بدأناها، أو أصلًا إحنا ليه بنخاف نبدأ ونخلّص الحاجة. فطبعًا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، منورين يا شباب. أنا مش أخصائي نفسي، أنا مش دكتور نفسي، أنا مش عالم أعصاب، أنا مش دارس أي علم من العلوم اللي أنا باتكلم فيها ديّة باستفاضة، ولكن زي ما أنتم عارفين أنا شخص مَر بشوية مشاكل، المشاكل دي خلّت يبقى عنده شوية أسئلة، فعشان حياته تبقى أحسن مع نفسه قرر إن هو يبحث عن إجابات الأسئلة ديّة بعيدًا عن التنمية البشرية. فزي ما اتفقنا إحنا النهارده هنتكلم عن إحنا ليه أصلًا بنسوّف الحاجة وما بنحبش نخلّصها، وليه لمّا بنخلّص حاجة أو نوصل لحاجة إحنا عايزين نوصل لها مش بنحس بإنجاز. آمم فيديو النهارده هيبقى أقصر، وطبعًا هيبقى في الآخر في الجزء إحنا بنتكلم فيه عن إزاي نعدّل الموضوع ده، وإزاي نحسّن الموضوع ده، شوية البروتوكولات والنصايح اللي إحنا بنقولها في الآخر. ولكن فيديو النهارده بنسبة كبيرة مش هيبقى طويل، لإن أنا ما عنديش طاقة النهارده إن أقعد أتكلم كتير الصراحة، ويكفي إن أنا من 3 مرات حسّيت بيها بالإحساس ده، مرّة واحدة بس ما نزّلتش فيها فيديو، والموضوع سبّب لي تأنيب ضمير شوية. هنستحمل بعض. أنا هالخّص المفيد جدًا، لو في أي حاجة مش واضحة سيب لي في الكومنتات. أنا بقيت بانزّل مقالات على Substack برضه، عشان ساعات بابقى قاعد يعني طريقة من الطرق اللي بافرّغ فيها غضبي أو أفكاري العشوائية العبثية، إن أنا باسحل نفسي في موضوع، فلمّا باسحل نفسي في الموضوع دوّة عشان المواضيع دي إلى حدٍ ما بتبقى برّه سياق الفيديوهات اللي أنا باعملها، برّه السياق بمعنى إن هي خارج الترتيب اللي أنا عايز أعمله. أنا هدفي من الفيديوهات ديّة كلّها دلوقتي إن هو في سلسلة بسيطة كده تخلص في نهايتها نبقى فاهمين إحنا إزاي بقى عندنا ثقة نفسية فعلية بنفسنا. ففي مواضيع تانية كنت منزّل فيديو عن sorry كنت منزّل مقالة بتتكلم عن عجلة المشاعر، وكنت منزّل مقالة تانية بتتكلم عن حالة الego death وإيه الفرق ما بين الأنا والهو والذات العُليا، وإيه هو الalter ego أو الشخصية التانية أو الشخصية أو الهوية الثانية وما إلى ذلك. فالمهم زي ما اتفقنا أول حاجة هنتكلم فيها النهارده ليه بنخاف ونعطّل نفسنا قبل ما نخلّص. خلّينا متفقين إن الفكرة ديّة كلّها إحنا هنتكلم من منظور علم الأعصاب وعلم الاجتماع وعلم النفس، ولكن أغلبنا لمّا بييجي يفكّر في حاجة هو بيعملها سواء chapter وراك في المذاكرة assessment أو assignment المفروض تعمله، presentation هتخلّصها، task في الشغل المفروض تخلّصه، فأنت بتماطل في إنك تبدأها عشان 3 أسباب أساسية. وسبحان الله أنا لمّا كنت قاعد بافكّر في الموضوع دوّة من منظوري الشخصي، وبعد كده رُحت أقرا في علم الأعصاب وعلم النفس وعلم الاجتماع في الجزئية ديّة بالذات، لقيت إن هُم ال3 أسباب مترتبين صح. فأول سبب ألا وهو من منظور الدوبامين، إنه خلّينا فاكرين دايمًا وفي الفيديوهات اللي أنا في الفيديو اللي اتكلمت فيه عن العادات، وفي فيديوهات أندرو هيبرمان أغلب كلام أندرو هيبرمان من منظور علم الأعصاب، إن الدوبامين هو مش هرمون السعادة فقط، ولكن الدوبامين بيلعب دور أكبر في إن هو هرمون التحفيز وهرمون الدافع. وكنت اتكلمت في فيديو العادات برضه قبل كده إن أنت لمّا بتبقى عامل لنفسك expectations أو توقعات معيّنة أنت هتوصل لها، بمجرد ما بتوصل لها فبتقعد فيها فترة فوق، بعد كده الcurve بتاعك بيبدأ ينزل للطبيعي، لمستوى الدوبامين الطبيعي، على عكس إنك لو ما قدرتش توصل لتوقعاتك ديّة، فأنت الدوبامين بتاعك هيطلع شوية، بعد كده هتكتشف إنك مش قادر توصل لتوقعاتك، فالدوبامين هينزل أكتر. فبكل بساطة شعورك الشخصي اتجاه نفسك بالحافز والسعادة طول ما أنت ما قدرتش تحققه، فتوقع إن حالتك هتبقى أسوأ من وضعك الحالي إلى لفترة مؤقتة. فمن منظور علم الأعصاب وأنت بتحط خطتك سواء للمذاكرة، سواء خطتك للشغل، أو حتى للمذاكرة عشان تطوّر نفسك من الشغل، أنت كل دوّة لسه في وضع الافتراضات.
لسه في وضع إن الحاجة دي ممكن تنجح، الحاجة دي ممكن تفشل، الchapter اللي وراك ده أنت ممكن يطلع سهل فهتفهمه بسرعة، أو الchapter دوّة ممكن يطلع صعب فهتاخد فيه وقت أطول، فهتحس إنك اتكعبلت أكتر. أو الinterview أو الcourse اللي أنت قاعد بتذاكره، أنا مش عارف أنا ليه قُلت course كده، بس المهم الcourse اللي أنت قاعد بتذاكره، آمم أنت متوقع إن أنت بعد ما تخلّصه هتلاقي الشغلانة في المكان الفلاني، الinterview اللي أنت داخله، فطول ما أنت ما بدأتش وما خلّصتش الحاجة اللي أنت حاططها لنفسك، فأنت بتفضل في حالة توقعات. فالتوقعات ديّة دايمًا نفسيًا بتدّينا شعور كده اللي هو الwarmth أو الدفء بتاع الday dreaming، اللي هو أنا هاخلّص الchapter دوّة وبعد كده هالاقي خلاص إن المنهج خلص، أقعد أراجع بقى وألعب أو أتفرّج على حاجة وبعد كده أدخل أنام وقشطة أنا خلّصت المنهج، ياه! أو ياه لو الinterview اللي أنا دخلته بُكرة دوّة قدرت أدخل أقبل الشغلانة فيه ويدّوني الsalary اللي أنا عايزه، ده أنا هاعمل وأخلّي وأسوي. أنت فاهم، أنت حاسس كل دوّة عايش كل ده في اللي هو الياه! جزء منّك حتى بلا وعي منّك علميًا، ده بيبقى اللي هو الlimbic friction اللي إحنا اتكلّمنا عنّه قبل كده، أو مقدار الجهد الذهني اللي أنت محتاجه عشان تخلّص الحاجة دي بيعلى، لإن بيبقى في جزء خايف إن أنت لمّا تخلّص توقُّعك ما يحصلش. ده ياخدنا لمنظور علم النفس، أنا عشان كده قُلت لك بجد الموضوع مترتِّب على بعضه. فإحنا منظور علم الأعصاب إن أنت طول ما أنت في وضع الاحتمالات ولسه ما بدأتش ولسه ما خلّصتش، فأنت عايش في دفء أحلام اليقظة، أنت قاعد بتزوّد على نفسك جهدك الذهني إنك تبدأ، عشان من منظور علم النفس كان في دراسة مشهورة إلى حدٍ ما للدكتورة كارول دويك. الدراسة ديّة كانت بتتكلّم على تأثير المدح والتشجيع على منظور الشخص بنفسه. الدراسة ديّة جابوا شوية أطفال كانوا في الfifth grade أو في سنة 5 ابتدائي، ادّوهم IQ test بسيط، بعد ما خدوا النتيجة بتاعتهم قالوا لمجموعة أطفال أنتم أذكيا، وقالوا لمجموعة أطفال تاني أنتم جهدكم تحفة، أو يعني أنتم عملتوا مجهود تحفة. بعد كده بعد ما ادّوهم النتيجة وادّوهم الcomment دوّة، عرضوا عليهم إن هم ياخدوا امتحان أصعب. الجروب هنا اتقسم لنُصّين، بنسبة حوالي كانت 64%، لو أنا مش غلطان، من الطلبة اللي اتقال لهم إن أنتم أذكيا لمّا اتعرض عليهم امتحان أصعب، رفضوا الامتحان. وبنسبة 80% من الأطفال اللي اتقال لهم إن أنتم مجهودكم كان صعب، قبلوا الامتحان. اللي تم استنتاجه من التجربة ديّة بعد إعادة تطبيقها عدة مرات، إنه أنت لو مبرمج دماغك على إن أنت نجحت، واتقال لك إن أنت ذكي، اتقال لك إن أنت شاطر، اتقال لك إن أنت كويس، اتقال لك إن أنت ما فيش زيّك، أنت عملت حاجة تحفة، فأنت دماغك هتحاول بقدر الإمكان إن هي تحافظ على صورتك قدّام نفسك ديّة، فهتبدأ تخلّيك تتجنب إنك تخلّص أي حاجة تانية. تاني، أغلبنا مثلًا في طفولتنا كان، لو أنت لو أنت كنت الشخص اللي بيتم مقارنة قرايبك بيك، يعني لو أنت كنت ابن الخالة اللي هو ده أذكى منك، أو ابن عمك اللي هو أنجح منك، لو أنت كنت الأنجح، لو أنت كنت الhigh achiever، الفيديو دوّة كلّه يعتبر أصلًا موجه للناس الhigh achiever أو الoverthinker achievers، الناس اللي هي بتoverthink الachievements بتاعتها أو أهدافها في الحياة، أو الناس اللي بتنجز كتير. فلو أنت كنت من الشخص اللي كان بينجز كتير في طفولته بيتم مدحه على الموضوع دوّة، فأنت بنسبة كبيرة عندك الصورة بتاعة إن أنت قادر تعمل كل حاجة وأي حاجة، فحتى لحظة الفشل بتاعتك بتبقى صعبة وتقيلة عليك. فعلم الأعصاب بيقول لك إن طول ما أنت قاعد بتفكر في الاحتمالات بتاعة الاحتمالات الناتجة من إن أنت تنجح في الامتحان، المذاكرة تبقى سهلة، المنهج يبقى سهل، الinterview يبقى سهل، الكورس يجيب لك الشغلانة اللي أنت عايزها، فأنت كل دوّة في حالة الاحتمالات. ولو أنت متسيستم أصلًا من طفولتك على إن أنت بيتم مدحك أو بيتقال لك إن أنت ذكي أو إن أنت شاطر أو إن أنت تعرف تعمل وتخلّي وتسوي، فأنت هنا حاطط نَفْسك، حتى الكلام ده لو أنت قعدت فترة كنت بتشوف فيديوهات الself motivation، فأنت قاعد بتسمع الكلام ده، فأنت رسمت لنَفْسك صورة ذهنية في دماغك إن أنت جامد، فهتخاف إنك تكسر الصورة ديّة بإنك تراهن. طول ما الصورة ديّة fragile، طول ما الصورة ديّة هشة. هشة هنا إن هي مبنية على كلام بس، أنت ممكن تكون شخص فعلًا مَر بظروف كتير في حياته، ومَر بشغلانات كتير، ذاكر حاجات كتير صعبة وقدر ينجح، وفاهم إن هو لو غلط مرّة هيتعلم تاني، فأنت كده ماشي تمام. ولكن
علم النفس بيقول لك انك خد بالك انت ممكن تكون بتماطل عشان تفضل في نظرك العبقري اللي لسه ما بدأش، او اللي الوقت خذله، او اللي ظروف حطمته، او اللي هو ما انا لو كان لسه عندي وقت كنت قدرت، ما هو لو اللي عمل لي الانترفيو ده بس لو كان اداني فرصة اتكلم كانت الدنيا ظبطت قوي، او الاوبر اللي انا كنت راكبه ده لو كان وصل بيا بدري كنت هلحق ادخل الامتحان من الاول. فاهم؟ فانت بتوصل لحتة كده انت بتماطل، بعد ما بتخلص مماطلة انت بتبدأ تشوف شماعة تانية عشان تحافظ على صورتك لنفسك. في نفس الوقت علم الاجتماع قال لنا ان في حاجة جميلة جدا في المجتمع، بالذات المجتمع الرأسمالي، الا وهي البرفورمانس بانشمنت او عقاب الاداء. ده بيبقى جاي من فكرة، وده برضو يعني هو بيبقى جاي بيعزز عندك فكرة اللي هو لأ، خلينا نأجل عمل اليوم إلى الغد، خلينا نسوف، خلينا نماطل، خلينا نفتح مواضيع تانية، نفتح هوايات تانية، نفتح كورسات تانية، نفتح باقي المواد، واحنا كده مقتنعين ان احنا بننجز. فعلم الاجتماع جه وقال لك لا، انت كده عندك حاجه اسمها، او انت بتعمل حاجه اسمها performance punishment، وديت غالبا بتبقى جايه من فتره النشء، فتره التربيه، فتره الطفوله، ان انت عارف لما اهلنا زمان كانوا بيقولوا لنا انت اتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين. بعد كده وصلت لمرحله او مريت اصلا بظروف في حياتك ان انت لقيت اهلك مش بيتعاملوا معاك كده، انت خلصت امتحانات فقالوا لك يلا مش عارف عندك تمرين لازم تروحه وبرضه تحقق يعني تطلع شاطر فيه، خلصت ده اهلك قالوا لك قشطه خلصت ده، ادخل يلا ارجع تاني المدرسه، انت متوقعين منك تجيب المجموع ده، جبت المجموع ده قال لك خلاص، اهلك قالوا لك خلاص يلا هندخل الكليه الفلانيه، دخلت الكليه اهلك. فاهم انت السايكل ديت اللي هي دايره من ان انت بتخلص حاجه كانت المفروض صعبه عليك فالمفروض تكافئ عليها، فما فيش مكافاه، انت بتدخل في العمليه اللي بعديها، انت بتدخل في المهمه اللي بعديها. هنا كنت كاتب مثال، او يعني كانت كام جمله جمال كده، اللي هو انت جبت 99 في الثانويه العامه مثلا، فعقابك انك لازم تدخل طب او هندسه وتطحن عشان هم كليات صعبه. خلصت الجامعه واخدت تقدير امتياز، عقابك دلوقتي ان اهلك ممكن يبداوا يسالوك فين الماجستير او فين الشغل. المجتمع ما بيكافئش الراحة، المجتمع بيكافئك بمطحنة جديدة وتوقعات أعلى. فهنا عقلك الباطن عارف إن خط النهاية ده دايما وراه بداية أصعب، وراه هنا ملحوم فيه. وهتفهم أنا ليه بقول ملحوم فيه، عشان ده ليه علاقة إزاي نعدل الموضوع دوت فينا. بس فمن منظور علم الأعصاب أنت ليه بتماطل في إنك تبدأ الحاجة؟ عشان دماغك مبسوطة بشعور الدوبامين اللي هي قاعدة فيه من الاحتمالات والنتائج اللي ممكن تيجي من الاحتمالات ديت، وفي نفس الوقت اللوزة العصبية الأميجدلا في دماغك عارفة إن هي ممكن بنسبة كبيرة تكون متبرمجة على فكرة. ويعني أنا ليه بقول ممكن بنسبة كبيرة؟ عشان إحنا عارفين إلى حد ما المجتمع اللي إحنا عايشين فيه بيتعامل معانا إزاي من طفولتنا، والنقطة ديت هاجي لها باستفاضة أكتر كمان شوية. ولكن إحنا عارفين إن المجتمع زرع في دماغنا فكرة إن هي كل حاجة صعبة وإن مفيش راحة. فاللوزة العصبية بتبقى مش عايزة تقلق، مش عايزة تتوتر، وهي أذكى من إن هي تقلق وتتوتر. فهي طالما حاسة بدوبامين بيتحرك في المخ، فهتسيبك شغال في الدوبامين ده عشان ما تدخلش في نقطة إن أنت تقبل وتخلّص المنهج اللي وراك وتدخل الامتحان، فتلاقي نفسك جِبت الدرجة اللي أنت ما كنتش متوقعها لنفسك. تدخل الinterview أو تروح أصلًا الinterview وأنت لابس تمام ورايح في ميعادك، أنت هيأت كل ظروفك، ومع ذلك تدخل وتلاقي نفسك ما اتقبلتش. كل الحاجات ديّة هتسبب لك قلق وخوف وتوتر عالي وشعور بالرفض إلى حدٍ ما، شعور بالرفض لو أنت في interview، قلق وخوف وتوتر من المستقبل لو أنت لسه في حياتك المهنية، أو في حياتك الدراسية، أو بتذاكر course معيّن وما قدرتش تاخد الشهادة بتاعته. فمُخّك هنا من منظور علم النفس هو بيحافظ على صورتك لنفسك. وفي الآخر علم الاجتماع يعني أهلنا والمجتمع المحيط بينا هو اللي زرع في فكرنا نقطة من النقط اللي مخلّيانا مش بنبدأ حاجات كتير ومش بنكمّل حاجات كتير للآخر فعلًا، وبنقعد نماطل ونسوّف لحد ما زي ما بيقولوا الفاس بتقع في الراس. فده كده كان منظور علم النفس، سوري، علم الأعصاب، علم النفس وعلم الاجتماع. فإحنا ليه بنماطل؟ أنا كمان شوية هنتكلم على الحلول، بس الأهم دلوقتي إن إحنا نفهم الشِق اللي هو ما بعد الإنجاز، اللي هو أنت دخلت الامتحان والدنيا طلعت معاك تمام، وجِبت التقدير اللي أنت عايزه، وجِبت المجموع اللي أنت عايزه، دخلت الشغلانة، دخلت الinterview واتقبلت فيها بالsalary اللي أنت كنت متوقعه، كان قبل أصلًا مثلًا ما تدخل الinterview أو بعد ما دخلت الinterview اتطلب منك assessment أو اختبار معيّن وأنت عملته وقدرت تنجح فيه واتقبلت، وهكذا. اللحظات اللي أنت
بتبقى انجزت فيها. حتى لو هنتكلم الانجاز ده على المستوى الشخصي، ان انت خلصت كورس كان نفسك تخلصه، جمعت مبلغ انت كان نفسك تجمعه، جبت عربيه كان نفسك فيها، جبت شقه كان نفسك فيها، اشتريت حاجه كان نفسك فيها، قدرت اخيرا تفضي وقت لنفسك وتقعد تتفرج على حاجه انت كنت عايز تتفرج عليها. وصلت لحاجه انت كنت متوقعها ومتحمس لها وبتسعى لها. للاسف مجتمعنا او وضعنا الحالي، البيئه بتاعتنا الحاليه، لما بنيجي نبص حوالينا مش بنلاقي ثقافه الاحتفال بالنصر والانجاز، وحتى ثقافه الراحه بعد الانجاز وبعد المشقه دي كانت موجوده، بدات تختفي. ليه ديت؟ فاحنا عندنا مسمى كبير بيغطي ليه ده بيحصل، الا وهو الارايفل فالسي، او معضله الوصول او خطأ الوصول. من منظور علم الاعصاب، في تجربه جميله جدا عملها عالم اعصاب اسمه فولفرام شولتز. الاسامي يعني بيبقى في اسامي قديمه كده تقيله. المهم، ال 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 الدكتور ده او العالم دوت عمل ايه؟ جاب مجموعه قرده، جاب شويه قرود، حطهم في مكان، حطهم في اوضه واحده، في زرار، سوري، في زرار. الزرار ده لما القرد بيدوس عليه اللمبه بتنور، بعد كده في عصير بينزل. المهم، استبعد الزرار دلوقتي عشان ده مش في صلب التجربه بتاعتنا دلوقتي، او مش ما كانش في صلب التجربه قوي. ده انا اضفته بالغلط. هو في لمبه بتنور، في عصير بينزل، القرد بيبقى تمام. بدأ يقيس مستوى الدوبامين بتاعهم على مدار التجربة دي، على مدار ان اللمبة تنور، العصير ينزل، القرد يشربه، كل حاجة خلصت. اكتشف انه على عكس المتوقع، علم الاعصاب ساعتها كان متوقع ان الدوبامين بيتم افرازه بعد الشيء، يعني كانوا متوقعين ان بعد ما القرد هيشرب العصير هيبقى فيه مستوى دوبامين عالي في جسمه. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان هم مع تكرار التجربة لقوا ان القرود بدأ مستوى الدوبامين في مخها يبقى اعلى اول لما اللمبه تنور، وبيرجع طبيعي بعد ما بيشربوا العصير. فقال لك طب هنجرب حاجه تانية. ولعوا النور وما نزلوش عصير. عادوا الموضوع ده كذا مره، لقوا ان القرد اصبح طول ما هو قاعد باصص على اللمبه مستنيها تنور، عشان هو عارف ان هي لما هتنور هيشرب حاجه هتبسطه، بقى قاعد مستني اللمبه تنور فالدوبامين عنده بيعلى. اللمبه نورت فالدوبامين وصل لقمته، قمه سعادته. مفيش عصير جه، الدوبامين نزل تحت المستوى الطبيعي اللي كانوا مسجلينه قبل كده. فده كان اكبر اثبات واكبر دليل من منظور علم الاعصاب احنا ليه اصلا اولا بنتعامل مع الدوبامين غلط. الدوبامين هو مش، او السعاده بشكل عام، لان الدوبامين هو المسؤول عن السعاده ومسؤول اكتر عن الموتيفيشن او الدافع، زي ما هفضل دايما بقول لحد ما في دراسات تثبت عكس كده. السعادة والحافز بتاعك انك تعمل حاجة مش هيجيلك لما تخلص، هو هيجيلك على مدار طريقك، على مدار رحلتك وانت بتحاول توصل للي انت عايز توصل له. لما تخلص في هرمونات تانية المفروض بيتم افرازها، وفي حاجات تانية، طرق تعامل سلوكية مع نفسك المفروض تبقى بتطبقها عشان تحسن الوضع. ولكن علم الاعصاب بيقول لنا ان احنا ليه ما بنحسش بحاجة اول لما بنوصل للحاجة اللي احنا عايزينها؟ بكل بساطة عشان الدوبامين هو هرمون المطاردة مش المكافأة. فمخنا مش بيكافئنا ان احنا بنسهر نذاكر واول لما بتطلع من باب اللجنة وتخلص، الدوبامين عندك بيتنقل مرة واحدة، فجسمك هنا بيمر بأعراض انسحاب كيميائية، وهو ده الفراغ اللي بيبقى إلى حد ما تقيل اللي بنحس بيه. تاني، الدوبامين هو هرمون المطاردة مش المكافأة. مخك هيكافئك وهيخليك حاسس بشعور كويس في الايام اللي انت سهران فيها تذاكر، في الايام اللي انت قاعد بتشتغل فيها على نفسك عشان الامتحان بتاعك، عشان الشغلانه بتاعتك، عشان البروجكت اللي انت ماسكه دلوقتي، عشان البيزنس اللي انت بتحاول تفتحه. ولكن اول لما بتوصل للنقطه ديت مخك مش هيكافئك هنا، لان هو بالنسبه له انت وصلت. فانت اصلا ما تتوقعش انك لما توصل هتحس بفرحه بشكل تلقائي. انت ممكن تحس بشعور فرحة بسيط على مدار رحلتك،
ودي حاجة يمكن أنا شخصيًا كنت باعاني منها زمان كتير، وكنت باقعد أحاول أفهم فيها كتير، واللي اكتشفته إن هو الموضوع بكل بساطة إنك تركيزك على الشعور الحلو هيخلّيك ما تحسّش بيه، تركيزك على الشعور السيء هيعزّزه. أنت لو دلوقتي قاعد مخنوق، قاعد مكتئب، عندك مشاكل، في حوارات في حياتك، في أزمة في حياتك، فأنت قاعد مركّز على الشعور ده، فالشعور بيتفاقم. ليه بيتفاقم؟ عشان إحنا بنحاول نلاقي له حل، فدماغنا بتقعد تهوّل فيه عشان تحاول توصل لأصعب احتمالات فيه، فتقدر تحلّها، فأنت هنا عمّال تحرق في جهازك العصبي. على عكس لمّا بتمُر بحالة حلوة، لمّا بتمُر بشعور حلو، أو لو هدفك أصلًا إنّك تعيش شعور حلو، فأنت نظرًا لتشوُّهات معرفية وسلوكية وفكرية كتير، فأنت بتفضل تنتقد في الوضع الحالي. أنت وصلت للشغلانة اللي أنت عايزها، فأنت جات معايا بالحظ. أنت جِبت من المبلغ اللي أنت عايزه أو فتحت الbusiness اللي أنت عايزه، فأنت قاعد بتشوف طَب وبعدين، وبعدين؟ يعني خلّصنا، عايزين بقى نوصل لحاجة أعلى، فما فيش حالة الرضا اللي بتيجي للشخص بعد الإنجاز. ولكن عشان يبقى الكلام مرتب، فزي ما كنت باقول علم الأعصاب بيقول لنا إنه إحنا عاملين زي القرود إلى حدٍ ما في نقطة الدوبامين. الدوبامين هو تحفيز، هو بيهيّئك وبيزُقّك وبيسعدك على مدار رحلتك، ولكن على عكس المُتعارف عليه هو مش بيتم إفرازه بشكل تلقائي بمجرد ما بتوصل. ولكن من منظور علم النفس في حاجة أصعب وأهم بكتير، ويمكن ديّة اللي أخدت منّي وقت أطول للبحث عشان أتأكد منها، لإن ديّة حاجة مجتمعية أكتر. إحنا عارفين إن في المجتمع العربي بشكل عام، وبنسبة كبيرة إلا من رحم ربي، وإحنا صغيرين لمّا كنا بنجيب درجة عالية، لمّا كنا بننجح في الامتحانات، لمّا كنا بنجيب الشهادة في الآخر ونلاقي إن الحمد لله ما فيهاش أي صفار، بل بالعكس إحنا يعني جايبين فوق ال80%، أيًا كان بقى ده كان في ابتدائي، في إعدادي، في ثانوي، في كلية، فأنت هنا أنت ذات نفسك أصلًا بتبقى عندك شعور مش فرحة. عشان كده أتمنى إن يعني أتمنى اللي بيتفرج على الفيديو ياخد من وقته 10 دقايق بعد الفيديو دوّة ويروح يقرا يبحث بشكل عام، عايز يقرا المقالة اللي أنا كنت منزّلها قشطة، بس يبحث بشكل عام في عجلة المشاعر، عشان في فرق كبير بين الفرحة بعد الإنجاز وبين الشعور بالفخر. أنت مش المفروض تبقى مركّز على إن أنت هتفرح بمعنى إنك هتبقى قاعد سعيد ومبتسم وبتضحك، لأ، أنت هيبقى جواك المفروض شعور بالرضا عن النفس إنك أنجزت. فالمهم، في علم النفس إحنا في طفولتنا أو في مرحلتنا التعليمية، بالذات في مرحلة الطفولة ابتدائي، إعدادي، لحد ثانوي يعتبر، أنت لمّا كنت بتجيب درجة حلوة في الامتحانات وكنت بتروح لأهلك عشان تتبسط وعشان اللي هو يا جماعة أنا جِبت يعني أنا نجحت وجِبت مجموع حلو، دماغك قاعدة مستنية reward، قاعدة مستنية مكافأة، مكافأة خارجية، لإن الناس دي اللي كانت ممكن يكونوا كانوا بيشجعوك إنك تقعد تذاكر أصلًا، ممكن يكونوا كانوا بيقرصوا عليك عشان تقعد تذاكر، ففي جميع الأحوال أنت مستني رَد فعل خارجي، رَد الفعل ده يبقى متماشي مع نسبة مجهودك ونتيجتك اللي حصلت في الآخر. إلا من رحم ربي الأغلب كان بيبقى رَدُّه اللي هو شاطر، يعني ده طبيعي، يعني هل أنت كنت مستني إنك تسقط؟ يعني هل أنا المفروض أكافئك عشان أنت عملت العادي؟ فمن هنا بقى في تشوُّه معرفي في دماغنا. التشوُّه دوّة لو هنقدر نصيغه بشكل كويس، فهيبقى في فكرة إنه دماغنا بقت عارفة إن الإنجاز لا نُكافأ عليه بالحُب، والإنجاز فقط يعفينا عن التوبيخ. أنت هنا اتكوّن عندك تشوُّه معرفي برمجك إلى الآن بنسبة كبيرة والله أعلم، على إن أنت مش هتحس بحاجة لمّا توصل، أنت بس مش هيتقال لك حاجة وحشة. كمسميات وتشوُّهات معرفية أو تشوُّهات سلوكية، فده ممكن يكون catastrophizing، ممكن يكون تهويل، أنت أو تعميم أو mind reading. mind reading ده اللي هو أنت قاعد بتستنتج رَد فعل اللي قدّامك من قبل ما يتقال، أو black or white thinking اللي هو التفكير
الكل ولا شيء، اللي هو أنت يا الناس هتفرح بيك أوي، يا الناس هتوبّخك أوي، بس هو مش مهم مسماه إيه دلوقتي. وصدقوني إن شاء الله عقبال يعني بعد ما نخلّص سلسلة الفيديوهات اللي توصّلني للفيديو الأساسي اللي أنا عايز أتكلّم فيه، ألا وهو إزاي يبقى عندنا ثقة بنفسنا فعلية وحُب ذاتي واكتفاء ذاتي فعلي. هاتكلّم يعني هيبقى في فيديو تاني بعديها باتكلّم فيه عن التشوّهات الفكرية والتشوّهات السلوكية، ولكن رَد فعل أهلنا معانا بنسبة كبيرة، وهو لهم ما لهم وعليهم ما عليهم ولهم كل الحُب والاحترام الغير مشروط، ولكن ردود أفعال البيئة المحيطة بينا اللي إحنا بنتعامل معاها كل يوم بتكوّن جزء كبير من نظرتنا لنفسنا. فإحنا ممكن نكون بطّلنا نحس إحنا ليه مبسوطين بعد ما بننجز شيء كبير، لإن إحنا ما اتزرعش فينا فكرة مكافأة النفس وأنواعها وطرقها. ما اتزرعش فينا فكرة إن أنت لمّا بتنجز شيء أنت المفروض مش مجرد إنك تحس بفرحة وراحة، أنت المفروض تحس بفخر بنفسك. ده ياخدنا لتالت نقطة، لإن هو علم النفس مرتبط كبير يعني هو سبحان الله هو يعني علم الاجتماع مرتبط بُني عليه بجزء كبير علم النفس، وعلم النفس مرتبط بشكل كبير بعلم الأعصاب، فال3 مرتبطين ببعض. فإحنا خلاص فهمنا إن علم الأعصاب بيقول لنا الدوبامين هو بس بيحفزك على مدار طريقك. علم النفس قال لنا إن أنت لمّا توصل لو مش بتحس بسعادة، فممكن يكون بنسبة كبيرة أو مش بتحس براحة، فخر إنجاز، راحة إنجاز، سعادة إنجاز، فده ممكن يكون بنسبة كبيرة إن أنت عندك تشوُّه معرفي أو تشوُّه سلوكي جاي من الطفولة. علم الاجتماع بقى بيزيد الطين بَلّة وبيقول لنا إن المجتمع حطّنا على حاجة اسمها الhedonic treadmill أو مشاية المتعة، فما فيش محطة وصول. أنت هتخلّص الامتحان هتلاقي السؤال زي ما كنا متكلمين عن ليه أصلًا ما بنخلّصش، هُم الاتنين يعتبروا نفس الحاجة، اللي هو أنت هتخلّص امتحانات هتلاقي بتتسأل على فين الشغل، هتتجوّز اشتغلت هتتسأل هتتجوّز إمتى، اتجوّزت هتتسأل هو ما فيش حاجة في السكة، جِبت مجموع عالي، المجموع العالي دوّة للأسف ما دخّلكش الكلية اللي أنت عايزها، هتبدأ أصلًا تحس إن في مقارنات بتتم إذا ما كانش في مقارنات حقيقية بتحصل. ف أنت بتبدأ الشيء أو أنت ما بتبدأش وما بتكمّلش وما بتخلّصش وبتدوّر على شماعة تعلّق عليها الحاجة، بنسبة كبيرة عشان إحنا حاطّين صورة لنفسنا إن إحنا الشاطرين، إحنا المتفوّقين، إحنا اللي قادرين ننجز، إحنا اللي قادرين نخلّص، إحنا الأذكيا جدًا، إحنا اللي عملناها ومش عايزين يعني عملناها مرّة ومش عايزين نتفضح، فمش عايزين نحاول نعملها تاني فنفشل. ومش بنحس بسعادة بعد ما بننجز لإن البيئة اللي حوالينا بقت مبرمجانا ومسستمانا على فكرة إنه الإنجاز وراه إنجاز أعلى منّه، فما تُقفش، ما فيش وقت إنّك تُقف وترتاح، الدنيا كلّها بتمشي بسرعة، أنت لو ما طوّرتش نَفْسك دلوقتي مش هتلاقي لنَفْسك حتّة تشتغل فيها، لو ما ذاكرتش وطحنت نَفْسك دلوقتي مش هتدخل كُلّية تمهِّد لك حياة مهنية مُريحة، أنت مهما عملت فأنت لسه في حاجة وراك تخلّصها يعني ما هو ده اللي أصلًا بنعمله وده اللي كُلّنا بنعمله وما ده اللي غيرنا بيعمله يعني أنت عادي. فكل الكلام دوّة هو كلام حلو وجميل وزي ما أنا مقتنع دايمًا وزي ما أنا باقول دايمًا غالبًا في كل فيديو يعني الأهم من إن إحنا نبدأ نحل المشكلة إن إحنا يبقى عندنا إرادة كافية ورغبة كافية إننا نفهم المشكلة جاية منين، عشان من هنا يبدأ يبقى عندنا الحافز والدافع إن إحنا نعدِّل من نفسنا. فأنا دلوقتي مقسِّم الحلول اللي إحنا هنعملها لنوعين أو لهدفين. حلول إن إحنا نتخلّص من الخوف والمماطلة قبل إن إحنا نسلِّم الحاجة أو قبل ما إن إحنا نعمل حاجة، وحلول تانية لإن إحنا نحل الفراغ والشعو أو حالة عدم الشعور بالشيء اللي بتيجي لنا بعد ما بنحل الحاجة. بس تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر، كل الكلام اللي أنا باتكلّم فيه معاك ده دلوقتي ما لهوش أي لازمة فعليًا، وأنت هتبقى ضيّعت وقتك وضيّعت مجهودك وهربت من اللي وراك بإن أنت مقنع نَفْسك إن أنت قاعد بتنجز شيء، لو أنت ما عندكش الرغبة والترتيب والخطة الحقيقية اللي أنت حاططها لنَفْسك، إن أنت عارف إن أنت عندك مشكلة هنا وأنت عايز تحلّها. الكلام ده ممكن يتأخّر، أنا ممكن أقص الحتّة ديّة وأحطها في أول فيديو، لو أنت بتتفرّج على الفيديو ده عشان أنت عايز يبقى عندك معلومات وخلاص، أرجوك اقفل وروح شوف أنت مشاكلك إيه الفعلية وابدأ حاول تحلّها. لو أنت بتتفرّج على الفيديو دوّة عشان أنت وراك حاجة مهمة وقُلت أنا هاخد بريك بسرعة وإيه ده العنوان دوّة شكله شيّق، إيه ده لأ ده شكله مش حاجة تافهة، أنت بتسلّي أنت بتلهي نَفْسك، أنت بتضيّع نَفْسك
ارجوك اقفل الفيديو، واحسن مكافأة واحسن بريك تاخده لنفسك ما بين الحاجات، ما بين المهام، ان انت تقعد ما بتعملش حاجة. اقعد منمل، اقعد متنح، اقعد شخبط، اقعد قوم اعمل لك كوبايه قهوه، لف في المكان اللي انت قاعد فيه شويه، لو حواليك حد قوم اتكلم معاه. فارجوك قبل ما اتكلم في الحلول تاني، ارجوك، دماغك ودماغنا ساعات كتيره بتحطنا في حاله خداع وكذب علينا، ان انت عشان قاعد بتعمل حاجه بعيده عن الحاجات اللي انت عارف دلوقتي ان هي بتعمل لك برين روت او عفن دماغ، فانت كده قاعد بتساعد نفسك، انت بتضيع وقتك، انت بتساعد نفسك بجد لما تقرر ان انت تقعد تفهم مشاكلك جاية منين، وبعديها تقعد تدور على حلول لمشاكلك. ولكن لو انت شخص عارف ان انت ما بتحسش بسعادة او براحة انجاز او بفخر انجاز بعد ما بتوصل لحاجة انت كان نفسك توصل لها، او ان انت قاعد بتماطل في انك توصل لحاجة انت عايز توصل لها، خلينا نتكلم في شوية حلول علمية. ده مش كلام تنمية بشرية، حتى لو هتحس ان هو تنمية بشرية، ولكن ده كلام مبني على علم. اول ثلاث حاجات، او الثلاث حاجات الاساسية اللي ممكن تعملها عشان تتخلص من تسويفك ومماطلتك، الا وهي استنتاجك ان انت ممكن يكون بنسبة كبيرة مماطلتك ديت جاية من المثالية ان انت عايز تخلص الحاجة دي 100%. في قاعدة جميلة بتقول ان احنا بنعمل 80% من الشغل بسرعة، او مش بسرعه، سوري، بنعمل 80% من اللي ورانا بشكل عادي، تحط فيها المجهود العادي، مش بتحط فيها مجهود اوفر، وبتسيب 20% بعد ما تخلص ال 80%، هنا تبدا تحط مجهود اوفر. يعني مثلا انت قررت ان انت عايز، انت عندك انترفيو شغل، فانت حدد انت عايز تلبس ايه، حدد انت محتاج تراجع معلومات ايه، جهز لبسك، راجع معلوماتك، خلصت الكلام ده كله، حط بقى 20% انك تتأكد ان لبسك متناسق، لبسك نظيف، لبسك مغسول كويس، مكوي كويس. 20% برضو ان انت اللي هو ايه، ممكن تحطهم في حته اللي هو ايه، طب نشوف الشركه ديت مرجعيتها ايه، طب نشوف الشركه ديت عملت ايه عشان ابقى قادر اتكلم. ولكن الاساس ان انت تبقى لابس كويس، لابس نظيف، مذاكر مجالك، فداخل الانترفيو. عندك امتحان، الاساس انك تكون مخلص المنهج، خلص المنهج، اقعد خلصه. مش قادر تخلصه كله، خلص ابدأ بالشابترز الكبيرة، خلصها الأول، بعد كده سيب الشابترز الصغيرة بعدين. ابدأ بالحتة اللي انت عارف ان هي كانت صعبة بالنسبة لك، بعد كده ارجع لها. ما فتحتش المادة خالص، اقعد اقرا المادة كلها قراية جورنان، قراية سكرولنج. بعد ما عملت ده البير مينيمم، ده العادي. 20% حل على اللي انت ذاكرته. وانت بتذاكر اكيد في حتت حسيت ان هي كانت، او وانت بتقرا قرايه عابره حسيت ان في حتت صعبه عليك، اقعد اقراها من اول وجديد. قاعدة ال20% أو ال80% بتقول لنا إن ال20% المثالية ديت حجة عشان نهرب منها من إنهاء الشيء أو من التسليم. عندك ريبورت، عندك مشروع تخرج، عندك رسالة تقيلة عليك على قلبك عايز تبعتها في الشغل، الزم نفسك إنك تسلم أيا كان اللي وراك إيه بنسبة 80% وبمجهود 80%، بمجهود مش بنسبة، بمجهود 80%. ولكن النتيجة الفعلية هتكتشف بجد ان سوق العمل والحياة العلمية هم مش محتاجين منك اكتر من 80% بتاعتك، فوفر لنفسك ال 20% دي. تاني بروتوكول معانا هو الفير سيتنج او تفريغ الكارثة. انت بتخاف تفتح المادة عشان تسقط، خايف تروح الانترفيو عشان تترفض، خايف تكلم فلان ده عشان هيحصل لك موقف وحش، خايف من اي شيء. هتجيب هتجيب ورقة وقلم، هتكتب فيها اللي انت خايفه، هتكتب فيها أسوأ السيناريوهات. ايه اللي بيحصل هنا؟ هنا انت اول ما عقلك بيشوف الكارثه مكتوبه على ورق، بيكتشف ان هي مش نهايه الحياه، مش موت. اللوزه العصبيه الاميجدلا بتبدا تهدى، والبريفرونتال كورتكس اللي مسؤول عن التفكير وعن منطقه الامور هيبدا يطلع حلول واقعيه للمواضيع دي، فهتقلل خوفك من انك تبدا، فالبدايه هتبقى اسهل عليك. تالت حاجه انك تفصل الهويه او الايدنتيتي ديكومبايلنج، فصل الهويه. البيئة المحيطة بينا إلا من رحم ربي دائما وأبدا
زرعت فينا إن أنت شغلك، أنت كليتك، أنت دراستك، أنت نتيجتك في الامتحان، أنت المرتب اللي أنت بتاخده، أنت الjob title بتاعك، أنت الكلية اللي أنت فيها. أنت مش كائن حي، أنت مجموعة ورق محطوط في ملف. جزء من العلاج المعرفي السلوكي هيبقى بيكلمك في حتة اللي هو افصل. أنت مش شغلك، أنت مش نتيجتك في الامتحان، أنت مش الGPA بتاعك، أنت مش جودة الassessment بتاعك، أنت مش نتيجة الinterview اللي أنت داخله، أنت مش مرتبك، أنت مش فلوسك في البنك، أنت مش ممتلكاتك، أنت مش العربية الروشة اللي معاك، مش الآيفون 17 برو ماكس ولا whatsoever اللي أنت لسه جايبه. أنت مش الحاجات دي، هويتك وقيمتك مش الحاجات دي. الدين أصلًا مش بيحاسبنا ومش بيبُص لنا بالمنظور ده، الدين بيقول لنا إن إحنا ما عليناش أي حاجة إلا السعي، السعي وعبادة ربنا. فافصل نفسك عن المصطلحات والمسميات دي كلها بإن أنت تقول لنفسك إن أنت مش الشيء ده. قولها لنفسك في دماغك. الinternal thoughts بتاعتك أو حوارك الداخلي مع نفسك، طول ما نابع منك فهو كويس، طول ما دخيل عليك فهو سيء. دخيل عليك سواء استنتاجك من مواقف حصلت أو قرايتك لكلام ما بين السطور، أو دخيل عليك بإن هو حد قاله لك من برّه. تالت حاجة، افصل نفسك عن المسميات ديّة بإن أنت تقول لنفسك إن أنت مش المسميات ديّة. أنت يعني تاني إن شاء الله أكبر فيديو أنا عارف إن أنا هاعمله هابقى باتكلم فيه عن يعني إيه إنسان وإيه اللي بيحدد إن الإنسان ده إنسان. مش هاتكلم فيه طبعًا بيولوجيًا، بس هاتكلم فيه من منظور علم النفس، من منظور الفلسفة، من منظور علم الاجتماع، من منظور الدنيا ومن منظور أنا شخصيًا. بس هاقول منه جزء دلوقتي. الإنسان ما هو إلا مجموع أفكاره مجموع أفكاره الداخلية، مجموع مشاركته الخارجية لأفكاره الداخلية، ومجموع تصرفاته وردود أفعاله الناتجة عن أفكاره ومشاعره وحواره الداخلي. فده أنت مجموعة ذكريات، أنت تجارب، أنت مش موقف، أنت مش نتيجة، أنت مش شهادة، أنت مش امتحان، أنت مش فلوس، أنت مش عربية، أنت مش موبايل، أنت مش ساعة رولكس. أنت قيمتك قيمتك كبني آدم تفوق كل ده. فعشان نربى بالحتة ديّة، عشان تتخلّص من الخوف من المماطلة، الخوف والمماطلة إنك تخلّص الحاجات اللي وراك. أولًا اعرف إن 80% من مجهودك كافي، ما تسعاش للمثالية. خلّص البدايات، خلّص اللي أنت شايف إن هو بسيط وعادي، خلّص الحاجات اللي دماغك بتقول لك ما عادي، ما أي حد يقدر يخلّصها، خلّصها أنت، ده المهم. ما تسمعش لأصوات دماغك، ما تسمعش لتشوهاتك الفكرية، دي مسؤوليتك إن أنت تعالجها. فرّغ مخاوفك، اكتبها في ورقة وقلم واقعد فكّر تقدر تحل كل واحدة فيها إزاي. ده هيطمنك، هيقلل خوفك، هيشجعك كفاية إن أنت تتحرك. افصل هويتك عن المسميات والحاجات دي كلها. وأخيرًا وليس آخرًا وأهم حاجة، تجمّع كل دول. إحنا بنعاني عشان جزء منا، جزء من هويتنا اتربى بشكل مش أحسن حاجة. ودي مش غلطة أي حد. إحنا مش بنلوم أهلنا، إحنا مش بنعاقب أهلنا، إحنا مش بنغلط أهلنا. دي مش غلطة أي حد، ولكن غلطتنا إن إحنا نفضل سايبين نفسنا في الspiral، في الحلزونة بتاعة إن إحنا بنتعطل وبنعطل نفسنا. رقم 2 معانا في الحاجات اللي عايزين نحلها، ألا وهو الفراغ والتنميل اللي بيجي لنا بعد ما نوصل. 3 حاجات تعملها. أول حاجة التثبيت العصبي، قاعدة ال20 ثانية. لمّا بييجي لك أو لمّا بتمُر بأي مواقف إيجابية، زي ما كنت لسه باقول، بفطرتنا دماغنا مش بتركّز على السعادة عشان ديّة متعة، هي بتركّز على الخطر عشان ده اللي فيه ضرر، فبتحتاج تحمينا منّه. دماغنا مش مهتمة إن هي تبقى مبسوطة، دماغنا مهتمة إن هي تبقى هادية ومش خايفة. فلمّا بنمُر بأي إنجاز، دماغنا مش هتركّز على الإنجاز ده. فاللي مطلوب منّك هنا إنّك لمّا تطلع نتيجتك تلاقي نَفْسك نجحت، خلّصت الinterview بتاعك واتقال لك إنّك اتقبلت، ما تمسكش الموبايل، ما تنزّلش story، ما تروحش تجري على الكمبيوتر، ما تروحش تجري على التابلت، على اللابتوب. اقعد 20 ثانية. يُفضّل أصلًا إنّك تقعد 48 ساعة، تقعد يومين.
انت مش بتحتك باي تكنولوجيا، حاول تخلي احتكاكك بشري. يعني ما تمسكش الموبايل بس اتصل بحد انت بتحبه عارف انه هيفرح لك، شاركه فرحتك، افرحوا سوا. لو للاسف حياتك حاليا ما فيهاش حد انت حاسس ان هو بيعمل معاك كده، ف 20 ثانيه تمام. انا شايف يفضل تكون 24 ساعه او 48 ساعه عشان تتنقع في الشعور بتاع اللي هو انا عملت حاجه. تمام. افصل نفسك في المده ديت. انت دماغك هتبدا تحول لحظه الانجاز دي من ان هي مجرد حدث عابر وحصل، لان هو لا، دي حاجه حصلت بجد، احنا محتاجين نركز فيها، محتاجين نحس بيها. ما تشتتش نفسك عن شعورك بالراحه والسعاده والفخر من انجازك. تاني حاجه، حاجه اسمها ذا دوبامين منيو او قائمه الدوبامين. احنا عارفين خلاص ان الدوبامين بيقع اول لما بنخلص امتحان، او بيقع اول لما النتيجه تيجي، او بيقع اول لما تخلص الانترفيو بتاعك ويتقال لك انك مقبول. فمرن دماغك انك بدل ما تلهي نفسك بعد ما توصل لانجاز، اكتب حاجات انت بتحب تعملها لنفسك. هديك مثال بسيط. انا بعشق البلو بيري تشيز كيك، وبعشق القعده على البحر، وبعشق التمشيه. دي الاكتيفيتيز اللي انا يعني فعلا بستمتع بيها. وبعشق قعده بالليل كوبايه القهوه بتاعت 4 الفجر دي، اللي هي انت عارف ان هي يا لهوي انت مش هتنام، انت في يوم اتضرب خلاص، انت تاني يوم انت ميت، انت كلينيكيا مش موجود. بس دي الحاجات اللي انا بحبها. فانا ببقى عارف اللي هو اوكي، انا كل يوم تلات هبقى مضطر ان انا اقعد اجهز لفيديو جديد. انا لسه مش متعود على فكره الفيديوهات، انا لسه بصارع نفسي في اجزاء فيها، الموضوع الى حد ما بيبقى تقيل. عندي صراعاتي الداخليه في فكره اللي هو انت هتنجز ولا مش هتنجز، انت اصلا المعلومات اللي انت بتقولها دي مهمه ولا لا، وسيلف داوت وامبوستر سيندروم وشويه حاجات لطيفه كده. فخلاص ببقى عارف ان هو اوكي، انا يوم التلات دوت انا وانا طالع من الشغل هروح البيت اعمل لي كوبايه قهوه حلوه بالليل. انا محدد هعمل ايه ليه، لان انا عارف ان انا طول ما انا قلقان انا بعمل نفس الكلام. على فكره انا لما بقلق من حاجه بالذات لو حاجه في الفيديوهات فبقوم جاي قاعد كاتبها. يعني انا مثلا فيديو النهارده ما كنتش متاكد من معلوماتي كافيه فيه ولا لا، فعشان اتاكد فقعدت كتبت المعلومات بتاعتي، فلقيت اللي هو لا اوكي انا معايا قدر كافي من المعلومات بعلمي الحالي وبحثي الحالي. فالمهم، قائمه الدوبامين ان انت جاهز لنفسك شويه انشطه وحاجات انت عارف انك بتستمتع بيها، اعملها على طول بعد ما يعني بعد ما توصل للديدلاين اللي انت كنت فيه، بعد ما تخلص الانترفيو بتاعك، بعد ما تخلص اخر امتحان ليك، بعد ما تاخد النتيجه، بعد ما تتقبل في الشغل، بعد ما تترفض في الشغل، بعد ما يحصل لك اي لحظه حاسمه انت كنت قاعد بتسعى لها ومتحمس لها ووصلت لها ايا كان نتيجتها ايه، الحم وراها بحاجه انت بتحبها. هتكافئ نفسك او هتهون على نفسك، فده امر مفروغ منه. اخر حاجه معانا هو حظر ال 14 يوم. ده ملوش علاقه بال 48 ساعه اللي انا كنت لسه بتكلم فيها، بس ده إلى حدٍ ما برضه جهاد نفْس وتعديل سلوك، إن أنت مش هتطلع من مسؤولية لمسؤولية، لأ أنت خلّصت امتحانات، اتقبلت في الشغل، فأنت مش هتبدأ في الcourse اللي بعديه على طول، مش هتبدأ مذاكرة على طول، مش هتروح النادي لو أنت مش من الناس اللي بتحب تروح النادي وتمارس أنشطة جسدية على طول. أول ما تخلّص أي حاجة كانت مهمة بالنسبة لك وكانت تقيلة عليك، ما تعملش أي حاجة تانية ليها علاقة بالموضوع ده وراها على طول. اقعد أسبوعين، أنت كده بتعمل زي مثبِّت عصبي في دماغك، وبتعدّل الneuroplasticity بتاعتك ونواقلك العصبية، لإن هو يرجع لخط الصفر ببطء. النتيجة الفعلية هنا إنك هتبطّل تستخدم الأهداف الجديدة كمُخدِّر للهروب من الفراغ، وهتبدأ تتعلّم إنك ترتاح بجد. أتمنى إن أنا أكون اتكلّمت في الموضوع دوّة كويس، أتمنى إن أنا أكون جاوبت على أغلب الأسئلة، أتمنى إنك تكون بجد عايز تساعد نَفْسك وعايز تطوّر من نَفْسك وعايز تحسّن من نَفْسك. أتمنى إنك ما تكونش بتتفرّج على الفيديوهات ديّة عشان أنت بتدوّر على حاجة تانية تكون بتلهي نَفْسك بيها تحت مسمى إنك بتعمل شيء كويس وخلاص. أخيرًا وليس آخرًا، إن كل الخوف قبل البداية والفراغ بعد النهاية، الإسلام جاوب عليه في آية واحدة وآية جميلة جدًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن ليس للإنسان إلا ما سعى وإن سعيه سوف يُرى. ربنا ما قالناش إن النتيجة هي اللي هتتشاف، ربنا قال لنا السعي. فأنت بتخاف عشان شايل هَم الGPA أو القبول في الشغل، بتحس بالفراغ لإنك رابط هويتك بيهم. كل لمّا تدرك إن النتيجة دي بتاعة ربنا وبرّه عن إرادتك، وإن قيمتك الحقيقية هي في السعي
والعرق والجهد، blood tears and sweat، فهتهدى. تخيل معايا متسلق جبال مرعوب من الطلوع، ولما طلع وصل للقمة لقاها متر في متر، مفيش أكسجين، مفيش بيت، البيت ما كانش فوق القمة، البيت كان في العرق، كان في المحاولة، كان في الجهد، كان في سهرك، كان في سهرك على الكتاب والمذاكرة، كان في المعافرة وانت بتدور على الشغل. القمة مصممة بس عشان نحط علمنا عليها ونقف لثواني نكون ذكريات ونحمد ربنا. عشان كده افتح كتابك، ذاكر، ابعت الايميل اللي انت قلقان منه، قدم على الشغلانة اللي انت قلقان منها، اطلع للقمة، كون ذاكرتك هناك، اقعد مستمتع بالمنظر من فوق، بعد كده بص على القمة اللي بعديها. بس كان في قصة كنت عايز اشاركها اصلا، بس انا نسيتها في النسخة دي من السكريبت. راحت فين؟ كانت بتتكلم على بطل اولمبياد، انا مش فاكر اسمه دلوقتي. في اغسطس 2016 مايكل فيليبس، واحد من اعظم الرياضيين في التاريخ، اخذ الميدالية الذهبية الاولمبية رقم 23 في تاريخه. الناس كلها كانت بتحتفل، البلد بتاعته كانت بتحتفل بيه، الناس بتهتف باسمه، الكاميرات بتصوره، كان اولمبيك جود. في نفس الليلة وبعديها بكذا سنة اكتشفنا حاجة من تصريحاته وأقواله بعديها، إن في نفس الليلة ديت فيليبس رجع على أوضته، قفل الباب عليه، قعد على السرير في ضلمة، حس بفراغ مرعب، لدرجة إن هو بيتكلم في الموضوع ده كان عنده أفكار، أتمنى تكون مفهومة. آه، ف يعني ده موضوع شائع، ده موضوع طبيعي، أنت لو مش قادر تحله أتمنى تكون فاهم دلوقتي إزاي تقدر تتعامل معاه كويس. أشوفكوا يوم الجمعة في موضوعنا الجاي. أتمنى تقولوا لي رأيكم في الفيديو ده، أتمنى يكون جودة الصوت بقت عجباكم، أتمنى الإضاءة تكون كانت كويسة، أتمنى إنك تكون استفدت فعلا، أتمنى تشوف المصادر، أتمنى تقرأ الحاجات أو المقالات اللي أنا نزلتها على سبستاك، هسيب اللينك بتاعه في الديسكريبشن برضو. بس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.